السلام عليكم يا أعزائي الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ماتليس بلس. قبل بداية الفيديو اشجعنا بلايك واشتراك ليصلك كل جديد ولدعمنا على الاستمرار. منتخب مغربي أعتقد جاء في مجموعة تضم خاصة بلجيكا كرواتيا وصيف كأس العالم لعب نهائي 2018 بجيل الكل كيعرفوا يتقدمهم مودريتش لاعب ريال مدريد بكل تأكيد. بلجيكا لعب نصف نهائي خسر بصعوبة كذلك في 2018 أمام فرنسا البطل، كذلك يضم ترسانة من اللاعبين دي بروين لوكاكو وغيرهم. ثم كندا التي عادت بعد غياب 36 سنة، كانت آخر مشاركة لها مشاركة كانت في كأس العالم 86، وعودتها سوف لن تكون عودة يعني بالصدفة. يتميزوا بتواجد لاعبين أنتوني ديفيس لاعب البايرن، جوناثان ديفي لاعب ليل مهاجم خطير. الأكيد بأن المغرب في مجموعة قوية وسوف ينافس على كل حظوظه، خاصة وأن المنتخب المغربي عوضنا على أنه ضد المدارس الأوروبية يقوم بمباريات جيدة، لما لا يكرر إنجاز 86 إن شاء الله. مجموعة قطر قوية جدا 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 قوية. جاسم مباراة طبعا حق الكابتن استدعوا واحد من لعيبته الى منتخب المغرب، مدرب جدا سعيد. صراحة أخوي خالد كنت جد سعيد إلى جانب إدارة نادي قطر اليوم في حصة التدريبية اللي كانت بملعب المرخية. جميع أفراد الإدارة وجميع اللاعبين تهنيوا بدر بنون على الاستدعاء دياله في اللائحة، فكانت حصة ممتعة صراحة. كان كل فرحان لبدر بنون لأنه يستاهل، أولا لاعب كبير، ثم رجوع حمد الله إلى اللائحة صراحة. فالكل وجميع المتتبعين الرياضيين بالمغرب يعني كانت عندهم مشاركة ممتعة في اللائحة اللي أعطى الناخب الوطني وليد ركراكي، كانت واقعية بنسبة 99%. تنظن كاين عناصر يستاهلوا جلهم. حيكون الوصول إن شاء الله إلى قطر يوم 15، حيجريوا مقابلة ودية الأخيرة يوم 17، على أن تكون استعدادات أهم المعطيات ديال وليد الركراكي للكل ساعدوا حتى الاتحاد او رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم فوزي القجع اللي وفر جميع الامكانيات ان المغرب يكون قادر على تحقيق اهداف ان شاء الله في كاس العالم في قطر. بدر كان معاكم وقت التمرين لما اعلنوا ولا؟ لا بصراحه فكان اللائحه تعطت الساعه الثانيه وحنا تدربنا الساعه 4، فكل شيء يعني افراد اداره وجميع اللاعبين كانوا موجودين قبل عشان يهنيوا. وهو كان مصدوم او متفاجئ او ما كان متوقع او متوقع بصراحه؟ فكان عنده تخوف صراحه، ولكن بصراحه كان فرحان لدرجه كبيره، وحنا كنا افرح لانه واحد هيمثلنا في كاس العالم صح. من نادي قطر القطري، وكانت بادره طيبه من اداره النادي، كل شيء كان تيشيد بالاداء ديالو صراحه. يكون دفعه كبيره للنادي، متاكد وللمنتخب ان شاء الله. كاينين مدافعين في نفس المستوى عندهم تنافسيه كبيره. سايس نايف اكراد في ويست هام اول مقابله خداها لانه كان مصاب بالامس في كاس الاتحاد الانجليزي. تنظن معظم لاعبين زياش حكيمي كلهم حاضرين، ما كاينش غياب، ما كاينش مفاجاه في اللائحه. اتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب. خالد يعني مع كل احترامي وتقديري حق اللاعبين المنتخب المغربي يعني كلهم نجوم، لكن الحمد لله خذ زخم كبير لأن في تجربة سابقة مع المدرب السابق خالد، يعني كان المفروض يكون موجود، ولكن أيضا كانت ردة فعله سلبية في اختيار السابق فبالتالي رجعته أفرحت حتى اللي مش متعاطف مع حمد الله، فرح له لأنه كان يستحق، لأنه كان يقدم مستوى في المونديال السابق، كان يقدم مستوى أفضل من الآن أصلا. فبالتالي تصرفاته خارج الملعب انا اعتقد استفاد من هذه التجربه امام تحدي كبير، مثل ما هو قاعد يدخل تحديات كثيره من انتقال من نادي الى اخر، اليوم امامه تحدي كبير انه يكون من ضمن السكور شيت المنتخب، هذا الاول. ثانيا امامه تحدي اكبر انه يثبت وجوده، انه يشارك ايضا، لان اسماء كبيره. المنتخب المغربي خالد على مستوى الافراد من افضل اللاعبين، تقدر تقارنه على مستوى العالم. دائما مشكلتهم في اللعب الجماعي، في المباريات الكبيره تلاقي الفريق اللعب الفردي هو الطاغي. اليوم في هالبطوله هل وليد الركراكي سبق وقلتها مطالب انه يخلق الجماعيه بالفريق؟ لا تنسى خالد ان يعني عبد الرزاق جهتين اعلاميات تضغط علينا، الاعلام المغربي والاعلام السعودي. لاعب نجم في السعوديه، لا متابعينه ومحبينه ومشاهدينه، واعلام سعودي قوي.
وايضا زايد الاعلام السعودي، فلذلك يعني خذ اعلام قوي وزخم كبير. اليوم في السوشيال ميديا ابو محمد على هالطاري، اليوم في السوشيال ميديا يعني حمد الله ترند في السعوديه. نعم. سواء من الاتحاد او حتى من النصر. خالد نرجع للتشكيلات. خالد التشكيلات بس اسمح لي، كنا نتكلم من يومين عن لوكاكو وان المدرب قال انك